عايز تبقى طباخ شاطر؟ اطبخ كل يوم. عايز تبقى رسام شاطر؟ ارسم كل يوم. عايز تتكلم انجلش؟ هنعمل براكتس كل يوم. يعني لو الانجليش مش في حياتك كل يوم يبقى مفيش فايده. عاوز تتكلم انجليش؟ اجبر نفسك، يعني لازم تسمع وتتكلم كل يوم. لازم 30 دقيقه في يومك بتعمل فيهم ايه؟ 15 دقيقه بتسمع، 15 دقيقه بتتكلم. والموضوع بسيط جدا، هم 15 دقيقه على اليوتيوب هتكتب فيهم حاجات انت مهتم انك تسمعها. مهتم بالطبخ؟ روح اسمع فيديوهات عن الطبخ، ما تروحش تسمع فيديوهات عن السياسه والاقتصاد. مهتم بالكوره؟ اسمع فيديوهات عن الكوره. ما تروحش بقى تسمع اغاني وتقول انا بسمع اغاني انجلش علشان اغاني انجلش هتظبط لي. مفيش الكلام ده، لان الانجليش الاغاني تحديدا في حاجه اسمها بواتيك لايسنس، يعني رخصه شعريه. اللي بيكتب الاغنيه او اللي بيغنيها عنده الحق انه يغير فيها اي حاجه عشان بس الاغنيه تطلع حلوه. طب تسمع ايه؟ اسمع بودكاست، اسمع افلام انجلش، اسمع حاجات الناس بتتكلم في الواقع من غير تغيير في اي حاجه. لا ثواني كده معلش. بعد ما تسمع بقى اللي قلت لك عليه هتعمل ايه؟ تعالى ورايا. لا مش انت، اصبر بس. هتعمل ايه؟ هتردد، هتعمل حاجه اسمها شادوينج تاني. يعني اللي هتسمعه هتعيده، هتعمل imitating. اللي انت بتسمعه بيزعق زعق معاه، اللي انت بتسمعه فرحان افرح معاه، واللي انت تسمعه زعلان ازعل معاه. ولو مش عارف تعمل كل ده ابعت لي وتعالى لي وانا هخليك تعمل كل ده، اذا كان في كورس اونلاين او اوفلاين. مستنيك، ابعت لي. سلام.